أصدقائي المشاهدين متتبعي البي سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا استاد القاهرة الدولي، أكثر من 70,000 من الأنصار. هنا الفريق الأحمر النادي الأهلي ضد برازيلي الكرة الأفريقية ميلودي سان داونز. هكذا هي الأجواء وهكذا هي حماسة الجمهور الأهلاوي من أجل نجمة جديدة ومن أجل اقتراب آخر من نهاية عدد 18 في تاريخ الفريق الأحمر. ميلودي سان داونز ضيف القاهرة من جديد لحراسة المرمى ويليامز، على اليمين موداو، على اليسار موديبا، 20 كيكانا، 5 ليبوسا، 4 موكوينا الكابتن، 10 لوكاس ريبيرو، 11 آليندي، 17 ماثيوز، رقم 26 أدامز، ورقم 9 آرتور ساليس البرازيلي بديل بيتر تشالولولي. لقاء الذهاب بنفس التشكيلة باستثناء دخول السلساو. تشكيلة النادي الأهلي بخيارات مارسيل كولر، وهي مباغتة ومفاجأة في انتظار البوزيشن للفريق الأهلاوي وفوق أرضية الميدان بنفس الخيارات بنفس التشكيلة. أول مرة نشوف الأهلي يلعب 3 في اللاكس عن للمساحات ولمرتدات ولإمكانيات سان داونز. 0-0 يقول لك مارسيل كولر. الهدف نسجله في أي لحظة بكرة ثابتة من مخالفة من ركنية من مهارة فردية، وهنا أتحدث عن إمام عاشور. ولكن أهم شيء صارت لسان داونز 5 للأهلي و7 تعادل. خطيرة الكرة الماميلودي، ممتاز محمد هاني، نو فاول. يلعب الكرة على التحول المغربي أشرف داري. ممكن تحكي على 5-4-1 بسيستم الذهاب، ولكن البوزيشن ممكن نقول لك أنه الأهلي يلعب ب3-4-3، يعني طاهر في الجناح واضح. الأهلي لا يلعب الدفاع في القاهرة، مستحيل. نعم هذه هي الصورة، 3-4-3 في مود 3-4-3. الأهلي يلعب يمشي بالكرة طاهر وكرة في واحد. هدف النادي الأهلي في فينال النسخة الماضية روجي أولو أون جول الميدان بالنسبة للأهلي. خطيرة الكرة لماميلودي، خطيرة والصعبة، إمكانية خطيرة والتسديدة وفرصة للماميلودي سان داونز. لا أستغرب ولا أنتقد خيارات كولر عنده 3 سنين في افريقيا، قارئها افريقيا قرايه، يعرف خطوره سان داونز، لذلك يلعب بارا. ديما نقولوا اللي سان داونز مثل جنوب افريقيا يلعبوا برا ميدانهم احسن برشا من داخلها. بعيدا عن ملعب الفيرسفيلد، 4-0 على مباباني، 2-1 على مانياما الكونغولي. إمام عاشور، إمام ضاغط جنوب أفريقي، استفادة من الفنان المصري. يمشي رامي يلعب على 1-2، تمشي 1-2 مرارة في الانتظار. هذا أصفر البرازيلي يلعب الكرة عن طريق موداو، ما يعديش موداو، تمشي كرة إمام عاشور وكرة إلى خطأ وأمجد الكؤوس الشامبيونز للمرة الأولى. كرة خطيرة للنادي الأهلي، جراديش وكاردوزو سان داونز، ولكن بتاريخ الترجي. القوة الدفاعية الأهلي آخر 9 ماتشات في مباريات خروج 9 ماتشات قبل فيهم كان هدف روجي أولو في مرماه لصالح الأهلي على الترجي. يمشي التسديدة الأولى ولكن بعيدة الكرة من مروان عطية. ربع ساعة انطلقت 7-0 ذوي الاحتياجات الخاصة. أبطال الدفاعي كاردوزو أم الحذر والمتحفظ مارسيل كولر. في نفس الليلة كرة ممتازة للنادي الأهلي، في أوفسايد، فيها تسلل، فيها مصطفى العش، كرة طويلة. النادي الأهلي لابد أن يستفيد دائما. أنا أراها سذاجة في الدفاعات الجنوب أفريقية. منتخبهم الأول، فريقهم الشاب لمنتخب الناشئين 2020 2-0، و22 كان الانتصار التاريخي لسان داونز بهدف. 21 رجع الأهلي ربح 2-0 وفي يسجل خاصة في افريقيا. وجراديشار يسجل ومش ممكن، ضاعت الكرة الأولى. يا جراديشار تكلمت عليك وكدت تسجل أول الأهداف. السلوفيني جراديشار في ايش تسلل في الانطلاق، نو اوفسايد، فماش تسلل. الأهلي طالب لمسة يد وجراديش 0. كرة خطيرة تمشي طويلة، ماذا حدث؟ يد اللقطة للدفاع الأهلاوي، خطيرة وصعبة، مرت سلامات الماساندوانا ويكون ميلودي سان داونز، والثانية جت النادي الأهلي ودارها
جراديشار. الكرة النادي الاهلي صيب كرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، شوط، محاولة وهدف، هدف عالمي الاهلي، شوط ويفوت والكرة يسجلها طاهر محمد طاهر. هذا الاهلي مش ممكن على الفريق الاحمر، تاريخ يتواصل، بطولات مستمرة والقاب تدون وتكتب. ومارسيل كولر مرة اخرى يعلم على منتقديه. 1-0 للنادي الاهلي. هذه لا ويليامز ولا غير ويليامز، والرقصة الحمراء تتكرر في استاد القاهرة. 1-0 النادي الاهلي عن طريق صاروخ مسجل مدون من طاهر محمد طاهر. فهدها ونمرها يعرف الاهلي من اين تؤكل الكتف. 1-0 للفريق الاحمر عن طريق طاهر محمد طاهر. ومصر صارت تحلم اكثر. مباريات خروج المغلوب هذه هي السابعة، وفيما سبق 4-2 للنادي الاهلي، يعني 4 مرات انتهى الاهلي. يرجع بالكرة لفريق الماميلودي، تتهيأ كرة هذه خطيرة من لوكاس ريبيرو، رد بالك من ريبيرو، خطيرة جدا، ملعوبة كرة وفرصة وبرافو الدفاع. محمد هاني يتألق من اليمين، مش ممكن على ابداعك يا هاني في الدفاع والمرتدة والمساحات والهدف. جمهوره انه ما يشبعش. وهنا كرة خطيرة لسان داونز، محاولة الماميلودي ولكن برافو، هذا حاضر، عاشور يخلصها وشاط الكرة مرة أولى ومرة ثانية. وويليامز شادها ويليامز، الكرة يتصدى لها ويليامز. الاهلي يخطر رغم انه الاستحواذ للجنوب افريقيا اكثر. تمشي كرة عن طريق الهجوم، لعبة فيها الان فتحات خطيرة للسان داونز، صعبة للماميلودي، الكرة بطريق ايوه. تمشي كرة جنوب افريقية، محاولة مراوغة، يهرب الكرة خطيرة وبرافو، يرجع الدفاع، يرجع ياسر ابراهيم، مقاتل اخر في دفاعات الاهلي. ممتاز ياسر ابراهيم، الركنية الاولى في المواجهة. وطاهر الشيخ قبله فترة السبعينيات. الكرة تمشي من امام الممتاز عاشور، عاشور بين 3، عاشور يلف ما يعديش. يلعب تقريب 9 لاعبين دوليين في منتخب جنوب القارة افريقيا. خطيرة الكرة، لا سالة، ايش تعمل؟ ماذا يفعل شناوي؟ شناوي كانت الكرة في دي اعتقد. تماس يعني يعرف يتحكم في الريتم، هو اللي يتصرف في المباراة من ناحية الإيقاع. وياسر إبراهيم يلعب الكرة لمصطفى، والكرة ترجع بالعش، وفرصة للثاني والتسديدة وفرصة، والحارس ويليام. وإمكانية الماميلودي أنه يعدل لتعود البطاقة في صالحه. هذه حسابات الفترة القادمة من المواجهة. كرة خطيرة لفريق الأولاد، المحاولة للتسديد، يخرج كرة ولكن برافو مروان عطية يقطع الطريق على محاولة جنوب افريقية صعيبة. والكرة ترجع عن طريق مورينا والتسديدة والحارس سهل الشناوي. كانت كرة من موكوينا، هذه هي التسديدة من موكوينا. رغم تطور فرق افريقيا السمراء وفرق جنوب الصحراء، ولكن لقب الكاف لن يفلت من بركان. وهنا محاولة من جراديشار اوت. لقب الكاف سيكون لنهضة بركان بقيادة المتألق معين الشعباني، اللي ممكن يحقق ثالث ألقابه الإفريقية في 45 سنة في 7 ثاني. دحان بيدا، ترجع كورة لسان داونز، محاولة المباغتة، السيرة على الكورة، مورينا يخسرها. تمشي كورة مصرية أهلاوية من هاني في خطأ، لا الحكم يقول العب. هذه خطيرة من هولندي يلعب كورة صعبة برشا، فيها تسلل اللاعب الجنوب افريقي. علاش امام عاشور يبدل كورة بقراءة ولا اروع. فرصة خطيرة للاهلي عن طريق الهجوم المعاكس، يمشي طاهر مرة اخرى عرضية، والكورة بعيدة على جراديشار وتماس. هذا اشواط فريق سان داونز هجوميا مع كاردوزو، الفريق ما يسجلش بطولة كاملة، تقريبا سجل 5-6 اهداف. ترجع كرة خطيرة الأخيرة، خطيرة هذه الكرة، خطيرة وركنية للماميلودي عن طريق موكوينا. شوف الروح، هذا هو قلت نقطة قوة الأهلي على بقية فرق جدا، واللي نقول أنا تليع بنارها في الهدف اللي بروح
تلعب الكرة لمصطفى العش يلعب كرة طويلة على القائم الثاني وويليامز ما يخرجش، واليساري الدفاعي موجود والسعودي. ان شاء الله نكون معاكم في هذه السهرة الآسيوية. هنا حضرة افريقيا، حضرة مانديلا، وحضرة ايضا الاسماء التاريخية للقارة السمراء، المحررين الليبرتادوريس، منهم موديبا، سيكوتوري، باتريس لومومبا متاع الكونغو، الزئير السويسري، قاري دروسه على جارتهم ايطاليا بشكل ممتاز. بينما هنا كره ممتازه وخطيره، يحاول يحط على ساقه باش يشوط، والشوطه تاتي والشناوي يصيب ويعاود يرجع للكره. الشناوي 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، اول تسديده على المرمى من كتيبه ميغيل كاردوزو. في المام افريكا تقريبا كلهم اجانب، فرق الصفوه كلهم يقودهم مدربين اجانب، عقليتهم متحفظه جدا دفاعيه، لذلك الهدف داونز. 6 دقائق لاعب في الشوط الثاني. الماميلودي واجب كره عن طريق موكوينا، خطيره الكره، خطيره الكره، مش ممكن، فرصه كبيره ضيعها ماميلودي سان داونز، خرج منها السلامات من الشعره من العجين. نادي الاهلي باعجوبه الحقيقه، مش ممكن على كوره وفرصه. لوكاس ريبيرو يورب بمراوغه مصطفى العش. بداية قوية من سان داونز في هذه الفترة الثانية، ويخرج الحارس يصطدم به رامي ربيعة، يضغط الجنوب افريقي اكثر شراسة الان المباراة، اكثر شراسة واكثر صراعات. الاهلي قاعد يجازف بالدفاع امانة اليوم لان صعبة جدا، خطيرة وكرة صعبة مرة. ضغط رهيب من فريق الماميلودي، محاولة عن طريق موداو يراوغ الظهير الجنوب افريقي، يحاول يهرب مورينا، هذا هو ركنية على مستوى الهجمة السريعة وسام ابو علي. بينما هنا ركنية خطيرة وفرصة كبيرة لسان داونز، فرصة كبيرة الماميلودي سان داونز، المطالبة بركنية واخرها ضربة مرمى. شوف الكرة على القائم الاول تحولت، واللاعب الجنوب افريقي يوصل متاخر على القائم الثاني. سان داونز يضغط بوضوح، الاهلي يعاني في هذه الدقائق. الشوط الثاني فريق ماميلودي في دار الدفاع الهربة، لكن رامي مغطي، ترجع كرة 1 على 3 مش ممكن، فرصة خطيرة جدا لفريق سان داونز. الاهلي اول مرة نشوفه في القارة بهذه المعاناة على المستوى الدفاعي. النتيجة في الأخير باش تحكم على خيارات مارسيل كولر. شيك كومبليتد، وبالتالي الحكم الآن يتخذ القرار، يقول ما فما شيء، دحان بيدا فريق الماميلودي. الآن مرت سلامات، نرجع للتأكيدات، الأهلي يلزم يحسمها، وفرصة للثاني، ومش ممكن، ضاعت كرة القاضي، كرة الهدف القاضي على أحلام سان داونز. طاهر كان أمام الثنائية. شوف الكرة طويلة في ظهر الدفاع. الأهلي في هذه الدقائق بإمكانه يسجل، لكن حذاري بإمكانه يقبل. الشوط الثاني مغاير، كونتر اتاك 2، حط على يسارك، يرجع بالكرة، يمشي وحده، يمشي طاهر وحده ويربح خطأ. نعم، كرة ستعود للنادي الأهلي، فاول يحتسب ضد موداو، فماش خطأ. ترجع كرة سان داونز، حكم يقول العب رغم الفاول والامكانيه الادفانتج، ولكن يدخل الدفاع في هجوم خطيره جدا ملعوبه، والحارس الشناوي يفشل في كرة التعادل، مش ممكن ضيعها، فرصة كبيرة عن طريق زواني، ممتاز شناوي في الخروج، كنترول سيء جدا، ديما نقولوا في الكرة. ترجع كرة للفريق الجنوب افريقي خطيرة مرة أخرى، فرصة ومحاولة، ممتاز شناوي موجود، يتجاوز وسط ميدان قوي من النادي الأهلي. حلوة برشا الكرة، يمشي هاني 3 على 3، هاني إمكانية عاشور، فرصة الحاسم عن طريق وسام، وفرصة كبيرة ضاعت على النادي الأهلي. حكم يقول لمسة يد، إشارة الحكم الموريتاني دحان بيدة واضحة، ثم لمسة يد. أين هي لمسة اليد؟ ما لقاش حلول باش يدخل كما كان بداية الشوط. ترجع كرة، إصابة رامي ربيعة والفار كان في صالح الأهلي. كرة هربت، قلت فريق يمتع كرة ولكن ماهوش تاع بطولات. والهجمة المرتدة الآن من وسام،
وسام ابو علي، وسام يحاول، وسام يخسر الكره، وسام في وسط الميدان، كره عن طريق موكوينا، موكوينا يلعب كره طويله ترجع بالراس من الدفاع، الكره الثانيه ياخذها النادي الاهلي بامتياز عن طريق احمد رضا، ياخذها المقاتل احمد رضا، تمشي الكره في فريق الماميلودي، صعيب التوزيع، منطقة الجزاء خطيرة، حذاري حذاري وهدف التعادل، حذاري وهدف التعادل من راينرز، هدف التعادل لراينرز في دقيقة 90. سان داونز يسجل هدف قاتل، كانت مبالغة كثيرة الحقيقة بالدفاع ومجازفة، شفنا حتى التغييرات مشات في اتجاه الدفاع، خرج عاشور